لم يكن العالم المتقلب الذي مر به المغرب لينتهي بشكل أفضل مما كان بعد الإعلان عن نجاح الملف الثلاثي المشترك مع إسبانيا والبرتغال لتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030 اليوم الأربعاء. وخلال الشهر الماضي تعرض المغرب لزلزال مدمر في إقليم الحوز أودى بحياة الآلاف ليخيم الحزن على البلد الذي كان يحتفل قبل عدة أشهر بإنجاز فريد. فقبل نحو 10 أشهر فاجأ المنتخب المغربي الجميع بالفوز على إسبانيا والبرتغال في طريقه إلى المركز الرابع في كأس العالم في قطر، وهي أفضل نتيجة لمنتخب إفريقي على الإطلاق. والطريف أن الدول الثلاث ستحدد الآن في تنظيم واحد من أغرب نسخ كأس العالم على الإطلاق، فلأول مرة ستنطلق البطولة في قارة وتنتهي في قارتين أخريين، حيث تستضيف أوروغواي والأرجنتين وباراغواي أول 3 مباريات للاحتفال بمرور 100 عام على الانطلاق أول نسخة لكأس العالم. وبعد ذلك تنطلق المنافسات إلى شبه جزيرة إيبيريا بجانب المغرب الذي نجح في تحقيق حلمه أخيرا بعد 5 محاولات سابقة. ففي أول محاولة خسر الملف المغربي أمام الولايات المتحدة في سنة 1994 ثم فرنسا بعد ذلك ب4 أعوام، ولم تكن المرة الثالثة ثابتة لسوء الحظ، حيث ودع المغرب المنافسات على تنظيم نسخة 2006 من الدور الأول. وجاء قرار الاتحاد الدولي في 23 شتنبر من 2002 باقتصار عروض التنظيم على إفريقيا عملا بمبدأ تناوب القارات على استضافة النهائيات ليفتح الباب أمام حلم مغربي. لكن في النهاية جاءت جنوب إفريقيا لتخطف التنظيم من المغرب بشكل مثير للجدل، كما فقد المغرب فرصة أخرى لتنظيم نسخة 2026 التي ذهبت إلى أمريكا وكندا والمكسيك، حيث رأت لجان الفيفا أن هذا البلد بحاجة لإنفاق 16 مليار دولار لبناء ملاعب وتطوير ملاعب أخرى وعلى البنية التحتية، وهو ما يمثل نحو 16% من إجمالي الناتج المحلي. وفي النهاية لعبت تقديرات أرباح الملف المشترك وعوامل أخرى الدور الحاسم في فوز أمريكا وكندا والمكسيك بالتنظيم. ويبدو أن المغرب رأى أن الاندماج مع إسبانيا والبرتغال سيزيد من أسهمه في استضافة البطولة، بالإضافة إلى دعم السعودية التي قالت إنها ستسحب طلب التنظيم لمساندة المغرب. وربما لعبت سهولة التنقل بين المغرب وإسبانيا والبرتغال الجوي والبحري والبري دورا في استضافة البطولة. وقال محمد سهيل المحلل في شبكة بي إن سبورت التلفزيونية إن الاقتراب الجغرافي بينهم أسهم في إقرار التنظيم المشترك، وفي الفترة الأخيرة أصبح التنظيم المشترك معتادا، وهذا يدل على أن كرة القدم تجمعنا أكثر مما تفرقنا. وفي آخر نسختين من كأس العالم ارتبطت أسماء الدول الثلاثة معا، ففي نسخة 2018 أوقعت القرعة المغرب وإسبانيا والبرتغال في المجموعة الثانية، لكن المنتخبين الأوروبيين تأهلا إلى أدوار خروج المغلوب. لكن ما حدث في قطر فاق كل التوقعات، حيث انتصر المغرب على إسبانيا بركلات الترجيح في دور 16، ثم انتصر على البرتغال في دور الثمن ليضمن أفضل نتيجة لمنتخب إفريقي. وأضاف سهيل: هناك منافسة كروية بين المنتخبات الثلاث، وبدلا من الصراع على التأهل من دور المجموعات ستكون منافسة جماعية لإنجاح البطولة، فمن التنافس إلى الحب والتعاون. ومن المتوقع أن يعطي تنظيم كأس العالم دفعة للاقتصاد المغربي الذي يتعرض لضغوط متزايدة بسبب موجة الجفاف الشديدة التي ضربت البلاد وارتفاع معدلات التضخم، وفقا لتقرير صادر عن البنك الدولي في فبراير الماضي. وقال أحد المواطنين المراسل رويترز في الرباط: إنها لحظة فرح لا توصف، ونتمنى أن نكون في المستوى، خاصة بعدما قدمته قطر في 2022. الحمد لله أننا عشنا هذه اللحظة للفوز بتنظيم هذا الحدث الذي من شأنه أن يمنح دفعة قوية للاقتصاد المغربي والبنية التحتية. وأضاف ملك المغرب في بيان صادر عن الديوان الملكي أن هذا القرار من اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم يعتبر إشادة واعترافا بالمكانة المرموقة للمغرب بين الأمم الكبيرة.
وتابع البيان: بهذه المناسبة أعرب جلالة الملك عن تهنئته لمملكة إسبانيا وجمهورية البرتغال، مجددا جلالته التأكد على التزام المملكة المغربية بالعمل في تكامل تام مع الهيئات المكلفة بهذا الملف في البلدان المضيفة.